السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عندنا وصفة جميلة جدا، هنعمل صينية بشاميل نجرسكو بطريقة سهلة جدا جدا جدا، اقتصادية، وكمان معانا اقتصادية كمان في مواعينها، يعني مش عندنا مواعين كتيرة. كملي معايا الوصفة، ولو لسه اول مرة بتشوفيني اعملي لايك واعملي لي اشتراك، هتلاقيها قدامك على الشمال مكتوبة باللون الاحمر، اتكي عليها واختاري الكل عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. وصفتنا سهلة جدا، نجرسكو بالفراخ. شكلها جميل جدا جدا جدا، سخنة نار، مفيش حد دلوقتي بياكل البشاميل بارد، ولما يبرد لا بناكلوه جوسي كده وطري. والشكل باين قدامكم عامل ازاي. يلا نسمي الله ونبتدي ومقاديرنا سهلة جدا جدا. معايا هنا دقيق، معايا هنا لبن، دقيق ولبن للبشاميل. معايا قشطة أو وش لبن. نجرسكو يعني زيتون شرايح أسود، موزاريلا تركي مرقة أو ميكس جبنة. وطبعا النجرسكو يعني مكرونة اسباجيتي. معايا هنا بانيه. لسه جايباه حالا كده بقى، وهبتدي ان انا اقطعه. هقطعه جوليان او مكعبات، الحجم اللي يعجبك قطعي بيه. طبعا يعني براحتك. الفراخ غالية جدا جدا، عايزة تقطعي حتة اصغر من كده برضه براحتك خالص. وهقطع كل الكمية عندي بنفس الشكل وبنفس الحجم، عشان بس انا حابة ادوق الفراخ اكتر ما ادوق المكرونة، فحابة تبقى المكرونة تحت ايه، يعني طعمها هو اللي باين اكتر. استخدمت هنا كيلو من المكرونة على كيلو من البانيه. بعد ما قطعتها بقى هبتدي ان انا احطها في محلول النقع بتاعها. ايه هو محلول النقع؟ محلول النقع معانا ملح ودقيق وخل، الخل او ليمون. هسيبها في المحلول لمدة ساعة كده، لغاية طبعا ما ريحة الزفارة تطلع منها، وابتدي ان انا اشطفها تاني واصفيها. وكده هي جاهزة معايا على التتبيلة. التتبيلة هي ايه؟ معايا بصلاية مفرومة، فرم ناعم شوية كده، تمام. وهنزل عليهم بمعلقة من الفلفل الأسمر. أساس النجرسكو هنا معايا مفيش بهارات كتيرة جدا، إلا ملح وفلفل أسمر وجوز الطيب. أساس البهارات اللي معايا تاني جوز الطيب، فلفل أسمر والملح، تمام. على حسب الكمية اللي عندك بتستخدمي الملح بتاعك. أنا هنا استخدمت على الكيلو معلقة صغيرة، وطبعا هدوق بعد ما احطها على النار تاني. وكده التتبيلة جاهزة معايا على طول، ويلا بينا بقى نشوف هنعمل بيها ايه. معايا حلة فيها مية لسليق المكرونة. الحلة التانية هعمل بيها ايه؟ هنزل بمعلقتين كده من السمنة. وبعد كده هنزل ادي صدمة للفراخ معايا او للبانيه، هديها صدمة بنفس الشكل. وهبتدي ان انا اشوح فيها كده لغاية ما اغير لونها، واخد منها لون حلو قوي. تمام، يعني اقعدي قلبي قلبي كده لغاية ما تاخدي منها لون. هي هتنزل مية، اقعدي شوحي فيها لغاية ما المية ما تنقص شوية. حابة تستخدمي المشروم في الوصفة، استخدمي المشروم. مجرد ما هتشيلي البانيه بعد ما شوحناه هتنزلي بالمشروم، برضه تديله ايه تشويحة كده برضه في نفس الحلة. نستكفي بالبانيه بس، على قد فلوسنا نعمل. تمام تمام. خلاص كده شوحته وخلاص اخد السوا بتاعه، وشفت كده واختبرت كده البانيه لقيتها خلاص استوت. شلتها، وفي نفس الحلة هعمل ايه؟ هعمل البشاميل بتاعي. نزلت بأربع معالق من السمنة، تمام. وهبتدي ان انا انزل بأربع معالق كبار من الدقيق. هبتدي ان انا طبعا البشاميل بتاعنا احنا عملناه بطريقتين على القناة، دي طريقة منهم. بنحمر الدقيق، مش بحمره انا، بس بلفه لفتين كده لغاية ما اشم ريحته، وبعد كده بنزل باللبن على طول. وطبعا في القناة هنا عاملين وصفتين للبشاميل. عملنا بشاميل ني في ني، كان نفس الطعم ونفس الشكل، يمكن اخف شوية، ما فيهوش سمنة كتير زي دوت. تمام. رجعوا كده للبشاميل على القناة، هتلاقيها عاملينها بطريقة سهلة جدا جدا. تمام. هنا بقى خلاص هبتدي ان انا اقعد الف بقى بالمضرب كده كتير لغاية ما اخد القوام اللي انا عايزاه، عشان طبعا ما يكلكعش معايا.
انا هنا كنت بضاعف الكمية عشان خاطر طبعا انا عاملة كمية، فانا عطيتك 4 معالق دقيق على الصينية الواحدة. تمام. وقلنا اللبن قد ايه؟ اللبن لتر لبن. حبة نص لبن ونص شوربة، تمام. حبة نص لبن ونص مية، مفيش مشكلة خالص. تمام. انا كده عطيتك كل المعلومات اللي انا طبعا فاكراها يعني. البهارات معانا ملح وفلفل اسمر وجوز الطيب، مفيش اكتر من كده. تمام. وطبعا المرقة حطيناها. هبتدي ان انا اقلب لغاية ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. هو ده طبعا القوام اللي انا عايزاه، عامل قوام شفت قوام الكيكة كده السايلة، هو ده القوام اللي انا عايزاه. مش عايزاه تخين مكلكع، ومش عايزاه خفيف قوي او شفاف. بصوا شكله حلو ازاي. عندي بقى بولة كده كبيرة، هاخد حبة كده على جنب وهقول لكم هعمل بيها ايه في الاخر. تمام. باقي البشاميل عندي هنزل بالفراخ. واتفقنا لو عندك مشروم برضو هنزل بكل اللي عندي. تمام. وهنزل بمعلقة كبيرة كده من وش اللبن اللي انا كده بحوشه، او كريمة لباني، اي حاجة عندك بتدي طعم حلو جدا. بصراحة جميل جدا جدا يعني. وشوية كده من الموزاريلا. وكمان هنزل بشوية من التركي المبشور. تمام. عشان نلاقيها بقى ايه جامدة كده. وطبعا الزيتون الاسود بيدي طعم حلو جدا في النجرسكو. تمام. هعمل ايه بقى بالعكة اللي انا عملتها ده؟ بصوا احلى عكة، تعالوا بقى نشوف هنعمل بيها ايه. المكرونة سلقتها، والخلطة كده دي عملناها هنزل بيها على طول على المكرونة. تمام. الكمية اللي انا عملتها دي كلها على كيلو من المكرونة. الحلة كبيرة شوية بس ده كيلو من المكرونة. هنزل بيها بقى كده وهقعد اقلب لغاية ما ادمج المكرونة مع الفراخ مع الزيتون مع كل اللي احنا عملناه ده كله مع بعضه. تمام. آه، بصوا بقى الكمية في ايدك، يعني الكمية صغيرة في ايدك، الكمية في لو كبيرة برضه في ايدك، انت ممكن تكبري وممكن تصغري المقادير معاكي. تمام. تمام. هبتدي بقى أنا زي ما اتفقنا هدمج بقى ايه واقلب لغاية ما اخد قوام حلو كده. معايا بقى بايوكس او معايا صينيه، هقول لكم في البايوكس عملت ايه، وفي الصينيه برضو نفس الكلام ونفس الطعم ونفس يعني الشكل بالظبط. اوعوا تفكروا ان البايوكس يعني هو اللي هيدي الطعم الحلو. لا 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 خالص نهائي. في الصينيه برضو بيدي طعم حلو جدا جدا. انا نزلت بالمكرونه على طول، يعني حطيت طبقه من البشاميل من تحت وهاخد بقى المكرونه لغايه كده ايه يعني القوام كله في الصينيه. مش هعمل طبقة من تحت وطبقة من فوق وطبقة في النص، لأ. هعمل طبقة واحدة بس، هعمل طبقة عريضة شوية. المكرونة فيها فيها الفراخ وفيها زيتون وفيها كل حاجة. تمام. حملاها بقى وحمل الصينية بتاعتي لغاية يعني قبل الوش كده بشوية. خلاص ده كده الكمية كلها اللي انا عايزاها في الصينية. انا سايبة بس جزء شوية من فوق، ليه؟ لان هعمل وش كده بشاميل من فوق يغطي الوش، فعشان كده سايبة شوية من فوق. في نفس الصينية لو عندك صينية برضو بنفس الشكل برضو انزلي بيها مرة واحدة كده ودوقي بقى وخدي احلى طعم. احلى طعم. تمام. تمام. حبة البشاميل اللي خدتهم على جنب كده هبتدي ان انا اغطي الوش بالبشاميل. تمام. بنفس الشكل. بسرع الفيديو عشان طبعا الحاجات دي كلها سهلة، اي حد مبتدئ يعرف يعمل اللي انا بعمله دوت. احنا كلنا ستات شاطرة بنعرف نعمل كل حاجة، بس احنا بندي افكار وشوية معلومات مش اكتر. اللي عنده معلومة بيقولها للتاني، ومش عيب ومش حرام خالص. لا، الوش عليه شوية موزاريلا كده على شوية تركي ودخلتها الفرن على طول. شكلها تحفة جنين، طعمها حلو جدا جدا جدا. وده كان شكلها بعد ما طلعت. يا دوبك اخدت يا دوبك يعني 10 دقايق كده من تحت، ربع ساعة بالكتير قوي. مش عايزاها تاخد لون من تحت، يعني البشاميل ما بياخدش لون من تحت. تمام. كان زمان الكلام دوت، دلوقتي مفيش الكلام ده خالص. هي بتاخد بس كده ايه يعني تسخينة حلوة كده من تحت، وكله كده مع بعضه بيندمج مع بعضه في الفرن وبس. وبولع عليها الشواية
وبتاخد اللون الجميل دوت. بصوا بقى الخلطة بخلطتها عاملة ازاي، وسخنة نار جميلة جدا، ولازم ناكلها في نفس الوقت. زي ما قلت لكم اول فيديو، في اول الفيديو، محدش بياكل البشاميل او والنجريسكو وهي باردة، بناكلها وهي كده. ده طبعا في في الصينية العادية الألمونيا العادية خالص، اللي ما عندهوش بنفس الشكل برضو طالعة جوسي وطالعة طعمها جميل جدا. عشان انا في ناس بتقولي طعم البايوكس غير طعم الصواني العادية. انا بختلف كتير في الموضوع دوت، فحد يقول لي الموضوع دوت صح ولا غلط، انا بالنسبه لي لا، الطعم هو دوت هو دوت. تمام. شكلها حلو جدا جدا جدا، جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم باذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك بيرفع الفيديو. اسيبكم في رعايه الله ومع السلامه.